هذا رجال متزوج، وتزوج على كبر. يوم تزوج كان عمره 60، كان الصمل اللي ما تزوج يوم وصل 60 وكثروا عليه جماعته وتزوج. زوجها كان المرأة اللي عمرها 37 سنة، عاشت سنتين سبحان الله ما جابت عيال. يوم وصل عمرها 39 أو 40 حملت. سبحان. ويفرح هو وتفرح المرأة ويرزقهم الله بنت وسموها مها. بطلت قصتنا مها وحدة ثانية، ربوها، ويوم وصل عمرها 18-19 سنة توفي والدها، ربتها الأم. دخلت في ما يسمى الكلية المتوسطة إن كان ماني واهم، وتخرجت دبلوم تعليم تقدير جيد جدا. والدتها معها وهي في بيت شعبي في منطقة حايل، اشتغلت قدمت على التدريس. التدريس كان في ذاك الوقت احيانا يودونك في منطقه بعيده، نائيه يسمونها. كان من نصيبها انها تكون هي مين في حايل، هي في منطقه جنب حايل، والمدرسه جنب بيتها، وتبي المدرسه اللي جنب بيتها ما صار لها توفيق، انقلوها في مدرسه تبعد عن حايل 200 كيلو 250. الله، راحت حاولت، قالت والدتي الآن مريضة ومعها ضغط وسكر وتراجع في المستشفى ولا لها إلا الله، ثم أنا حاولت قدمت ظروفها، لكن قالوا المرحلة النقل الجديدة إن كان في إمكانية نقلنات. اضطرت لقل ذات اليد أنها تركب مع راعي باص مع مدرسات يروحون نفس المنطقة يودونها الفجر ويرجعون بها العصر. جاتها هالمدرسة اللي البعيدة هذه وبدأت تدرس فيها، لكن خاطرها مو بزين، بالها مع عمها وما تصدق على طول من يوم تطلع ترجع. واحيانا المديرة هذه مديرة هي بطلة القصة الثانية. المديرة تشوف وضعها، وهذه شاكت لها وضع امها في البيت الحالة والمكان بعيد، وهي وحيدة امها، وامها ما تقطع اذا راحت. عذرا. قامت المديرة تحط الحصص حقت يوم الأربعاء مع الثلاثاء والأثنين، وتجيب مدرسات بدالها، فتخليها تروح يوم الثلاثاء ولا ترجع إلا يوم السبت. وعلى هالمنوال تساعدت معها كثير، أيضا تعطيها إذا في مجال تصحيح ولا شيء تخفف عليها، تخليها تروح عند أهلها. المهم قعدت عندها المديرة 4 أشهر إلى أن أمها أصيبت يعني الله يعافينا وياكم آلام في الرجل فيها غرغرينة من السكر، وتحتاج إلى تغيير كل ساعتين. فجت وحكت للمديرة المشكلة. المديرة اتصلت بالتوجيه وقالت أبي هالمدرسة تنقل، أنا محتاجة لها لكن أبيها تنقل، ظروفها صعبة. وأيدت بخطاب إلى مدير التوجيه في المنطقة، وحتى المنطقة قالوا عندنا نظام للنقل لا يمكن تنقل هالمدرسة إلا في دورة النقل اللي هم معتادين يسمونها حركة النقل. المديرة فيها مبادرة، وهذا ترى يا اخواننا اوجه رسالة لاصحاب العمل، ترى الشروط والقوانين اللي وضعت لكم احيانا يجب انك تكون يعني لين مع بعض الاشخاص. اذا شفت ظروفه حسيت فيها يجب، ما وضعت هي للناس كلهم. وانا اعلم ان ولي الامر في المنطقة سواء امير ولا صاحب سمو ملكي اذا درى عن ظروف الشخص هذا انه بيوافق على طول، لكن ما تواصل هالامور هذه كلها. فلذلك انتم كقاده يجب ان تنتبهون للناس اللي عندكم وتتحسسون ظروفهم. المديره ايش سوت هذه؟ مبادره منها كلمت المديره اللي جنب بيت المعلمه هذه في الديره اللي هي فيها، قالت لها يا فلانه، قالت انا المديره الفلانيه في المدرسه رقم كذا وكذا، وعندي معلمه وهذا وضعها وهذا وضعها، والمعلمه هذه بيتها جنب مدرستك. قالت طيب وش تبين؟ قالت انا ابى انقلها عندك وخليها تداوم عندك من الساعه 7 الى الساعه 1. انت ارسلي لي كشوفات الغياب وارسلي لي دفتر التحضير بالفاكس، وانا ازين اموري. اذا جوني التوجيه على انها عندي وراتبها من الدوله يجيها، وهي ما خسرت تدرس عندك، لكن الى ان يجي لها حركه نقل ننقل. هذا اتفاق بين المدير والمدير هذه. قالت بس هذا غير نظام. قالت ما حد داري بنت الحلال، حتى لو جوني التوجيه ينشدون عنها ارسلت لها وقلت لها تعالي داومي يومين عندي عشان يشوفوا لك.
ظروف المرأة صعبة، أمها وحيدة ولا عندها من يخدمها، والمرأة هذه نص راتبها يروح في نقل، وحنا نشوف حالة إنسانية والله لو دروا عنها ولاة الأمر ما يخلونها. صحيح. ليش حنا ما نساعد الآخرين؟ ليش حنا ما نقف؟ هي لا اشتغلت في بيتي ولا اشتغلت في بيتك، هي تشتغل تقدم 21 حصة في مدرستك وعندي 21. نعم. وهم نفس المعلمات ونفس الطلبة، وأنت في حاجة وأنا عندي من يغطي العجز عندي، فليش ما نسوي الشيء هذا؟ بعد الحاح وافقت المديرة اللي في المدرسة اللي جنب بيت المعلمة أنها تجي. المدرسة ما تدري عن هالكلام. المديرة نسقت الأمور ورتبت كلش. يوم جاء عصر جاء ظهر الأربعاء آخر الدوام نادتها يا مها، قالت نعم. قالت السبت تداومين في المدرسة اللي جنب بيتك. هذه كانت حالتها النفسية تعبانة وما بقى خطاب وبرقية ما أرسلتها. قالت بشتري عسى جاء أمر، قالت لا. قال جالت حركة نقل، قالت لا. قالت شلون أنقل؟ شلون بأي طريقة؟ وعلمتها القصة كاملة. الله. يوم قالتها القصة بتست المدرسة مات لا. خمي راس مديرة المدرسة هذه، حبي راسها حبي دينها. قالت قولي آمين. قالت آمين. قالت الله يفرجك مثل ما فرجتي لي. اي والله. الله يفرجك ويجعل سبارة في والدينك، أنت عارفة ظروفي وهذا خطر عليك. قالت ما في خطر يا بنت الحلال، والله أنا عارف أن ولي الأمر لو وصل مثل هالموضوع له أني وافق عليه. صحيح. أنا فعلا عندي مدرسات واحتاج تدرسين، لكن أهم شيء عندي أنت عشان أنت تطلعين أجمل ما عندك وتدرسين تكونين مرتاحة نفسيا. ما في إنسان ما يقدم شيء جميل وهو مرتاح نفسيا، ظروف عائلته. أنا مطلع على وضعك، وحيدة أمك والآن أنت مقبلة على ظروف إن الله يعلم فيها. ليش ما يعني حنا نساعدك ونقوم بواجبنا؟ وأنا ما أخطيت، راتب تستلمينه مقابل عمل اللي تقدمينه. المعلمة ما هي مصدقة انها مبشرة بعضهم شيء. حبت راس المديرة والحقيقة وركبت مع السواق فرحانة، راحت البيت وعلمت امها ودعت الام للمرة. يوم جاء طال عمرك انتهى جاء يوم السبت وتدخل على المديرة، قالت انت مها؟ قالت نعم. قالت وين بيتك؟ قالت تفتح دريشة المديرة. قالت هذا. الله. ما بينهم ولا 50 متر. الله اكبر. سبحان. قالت هذا الجدول ومثل ما اتفقنا توقعين على ورقة خارجية، ما توقعين مع المعلمات ودفترت، وأنا ترى أبى أتابعك وأرسل للمديرة كل شيء عنك. وتقعد 2 كاملة في هذه المدرسة ما جاها نقل. إلين جت حركة النقل السنة الثالثة، وسبحان الله وينقلونها في المدرسة رسمي. لا إله إلا الله. جنب بيته. سبحان. قومي يا مها واعزمي المديرة ذيك واعزمي المديرة هذه في بيتها، واذبحي خروفين كفو وسوي لهم كرامة واشتري لها عقد وعطي المديرة ذيك عقد وعطي المديرة ذي خاتم. وسوت لهم حفلة. الرسالة اللي أبغى أوصلها للي موجودين على قائمة العمل سواء مدراء ولا قادة ولا شيء، جميع الأنظمة اللي وضعت لكم هذه أنظمة المفروض تمشون عليها، لكن يجب أن تكون في مساعدة للاستثناءات الخاصة. أنا ما أقول تخالف النظام، ولكن أقول حاول أنك ترفع عن مشكلة هالموظف لمن صاحب القرار وتأيده. لا نجلس بس حنا نمشي كأن حنا في سارية تدور. خلي الواحد يصير عنده مبادرات، خلي الواحد يصير عنده تفكير واسع. تعال أنا الموظف هذا عندي ظروفه صعبة، عسكري ولا شيء، وحيد أمه أبوه يغسل كيلو أمه تغسل كيلو ولا شيء، اكتب له خطاب وأيده من 2 ضباط وارسل للقائد صاحب الصلاحية. والله ما يقعد إلا مرسل ثاني يوم. كل الناس فيها خير، بس وضحوا لهم واشرحوا لهم الظروف. مدير مدرسة، مدير شركة، رئيس تنفيذي، حتى في الحريم لا تجي وتقول أنا أسلوب إجراءات حاطينها، لكن ولي الأمر اللي وضع الأسلوب الإجراءات هذه إذا وصل مثل الحالات الصعبة هذه والله لا يمكن يسكت، وإنه يعطيك الموافقة ويقول بيض الله وجهك. صح. أنا أعرف وزراء يعني تشكروا من مدراء سووا أعمال خارج عملهم لأن فيها صالح للعمل وشافوا النتائج مبهرة، حتى الناس تحبك. حرام ان هذه المرأة تدرس على 300 كيلو المدرسة جنب بيتها وفي إمكانية، ليش نتأخر؟ هذه أنا ما أدري فيها إيش، إنك تكتب خطاب تأيد الموظف على ظروفه وتكتب فيه ما تعرفه عن الموظف من اجتهاد وجد ومبادرة وعلم غانم، وتقول يا ليت الموظف هذا يروح للشركة الفلانية والإدارة الفلانية. ليه حنا متمسكين بهالأمور هذه ونحاول قدر المستطاع نسيطر على كل شيء من كبيرة صغيرة؟ حاول قدر المستطاع أنك تساعد الناس، ساعدهم وافزع معهم. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير.